تعالوا اعلمكم كيف توفروا مصاري. هذا الفيديو من زمان كنت حابه اعملكم اياه، خاصه للبنات اللي بتشتغل، بنات بتتعلم، بنات تتعلم وبتشتغل. خليني احكي لكم كيف توفروا مصريات. اول نصيحه بنصح كثير انكم تعتمدوها هو انه تاخذوا 10% من المعاش اللي بيطلع لكم وتخبوها، تخفوها، تحطوها على جنب، ما تقربوش عليها ولا في اي حال من الاحوال. اذا المعاش بفوت على حساب البنك تسحبوا 10% منه، مثلا تقبضوا 5000 تاخذوا ال 500 تحطوها على جنب، ما تقربوش عليها كل الشهر ولا نتفي ولا لاي سبب من الاسباب. نصيحه كثير 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 كانت تساعدني زمان انه ما يكونش معكم فيزا مع مسجره اشراي، اللي هو بيقولوا له زي خط الاعتماد هيك إشي، ما يكونش معكم هيك. يعني فيزا عاديه اللي بتنزلش مينوس، مثلا بدكم غرض ب 500 ومعكم بس 400، بينفعش انه تشتروا معكم، تشتروا بس ب 400. اما اللي بيكون معها مسجره ساعتها بتقدر، مثلا بتكون مسجره بين 2000 ل 10000 او اكثر، ساعتها بتقدر تشتري اكثر وبينزل قرض وبصير قرض عليها للقبضه الجاي. النصيحه الثالثه هي انه تسجلوا حرفيا كل شيكل بتصرفوه. اشتريتوا هاي بتسجلوا، اشتريتوا شيء بشيكل بتسجلوا، اخر الشهر بتشوفوا على شو صرفتوا المصاري، ساعتها بتفهموا انه في اشياء مش لازم تصرفوا عليها. اخر نصيحه وشغله اللي الاغلب بيعملها انه اكثر شيء في الاخر بنطلع صارفين مصاري على اكل. الانسان وهو جوعان بفكرش، بهموش قديش بده ياكل، قديش مصاري، المهم انه ياكل. فكثير كثير بنصح انه تفكروا مرتين، تقولوا انه بدل ما اكل مثلا شيء بهالقد غالي بشتري شيء مثلا بارخص، مو في الاخر كله رح يشبعني، او باكل في البيت احسن ما اصرف مصاري. دائما فكروا في هي الطريقه. واذا بدكم بعد نصائح اكتبوا لي.